نرفض التدخل التركي بأي شكل من الأشكال، لأنه مجرم، هو مجرم بحق الشعب السوري، مجرم بحق الشعب السوري. نرفض تدخله بأي شكل من الأشكال، لأنه بلدنا الحمد لله في أمان واستقرار، وفي عندنا إدارة مدنية قائمة بعملها على أكمل وجه. نرفض تدخله بأي شكل من الأشكال إلى منطقة منبج. الشيخ حميد الجدعان من عشيرة البوبنة، وإحنا اليوم في جو الديمقراطية، واليوم إحنا مرتاحين كل الرياح ضمن هذا الديمقراطية، مرتاحين بأمان وبكل شيء موجود في هذا البلد مأمن للشعب. وإحنا اليوم كنا حاكمين هذا البلد وكنا شراكة بهذا البلد، واليوم البلد بأمان، وإحنا ما نريد أي إنسان أي تدخل يجي يتدخل بلدنا ويخربنا. إحنا التركي اليوم صار لنا 7 سنوات، والسبع سنوات ما حد سوى لنا شيء أبدا. ما حد اليوم بل 7 سنوات سوى للشعب السوري أي شيء وقدر يفك عنه. إحنا نقول ونتشكر هم شهدائنا اللي حررونا من الإرهاب بدمائهم وضحهم بحياتهم لقاء اليوم حريتنا وقعدتنا ومبسوطين ومرتاحين بهذا البلد. احنا ما نقبل اي انسان يجي على هذا البلد. وانا اوجه كلامي لاولادنا واخوتنا اللي هم درع الفرات، الراد يجوا على هالبلد هم في امان. خالد الشبلي ابو جدعان من وجهاء عشيرة القناعي. والله ما نرى ان احنا بلدنا والوطن وطننا، لا نسمح لا لأردوغان ولا لأي شخص كان آخر أنه يدخل بلدنا ووطننا ويتعدى علينا. ونحن الحمد لله كنا احنا وأولادنا وأموالنا فداء لهذا الوطن. وطننا بدنا ندافع عنه، بدنا نحميه، بدنا نعيش به، لأنه دمنا من أرض وطننا. ما أظن ولا أي إنسان من المنطقة أو من شيوخ العشائر ترضى بهذا العمل. أردوغان وميليشياته محتل، يعني ما أول أخذ لواء اسكندرون والحد بده أخذ عفرين وأخذ بده يتهدد تهديدات ما له عندنا شيء. يعني يكون ببلده، يكون يهتم بنفسه. يعني حاولي ميليشيات جيش حر وما جيش حر ويهدد بهم. يعني ما نسمح لأي إنسان يتدخل بشؤوننا ووطننا وبلدنا. بدنا نحمي بلدنا ووطننا. فهد إبراهيم من وجهاء عشائر بني سعيد. الدولة التركية نعتبرها دولة محتلة يعني الأراضي السورية، يعني ونحن كمنبج يعني منبج جزء من سوريا، ونحن كسوريين نحل مشاكلنا وقضايانا في بعضنا، لا نسمح لأي تدخل خارجي من التركي نتدخل بأمور منبج أو أي منطقة غير منبج. يعني لما دخلت داعش على منبج، الحدود التركية كانت كلها مفتوحة لخروج ودخول داعش إلى منبج وسوريا. كان الراعي الوحيد لداعش في سوريا هو النظام التركي. يعني دخول داعش لأن كلها من تركيا، وهن اللي كانوا يسهلون دخولهم، يسهلونهم الجرحى والإسعافات والدعم وكل الدعم اللي كان يجي على منبج عن طريق الحدود التركية. الأوضاع لأنه هي بداية أسباب المشاكل في سوريا هي من الدولة التركية، ولما النظام التركي شاف أنه راح يستغل الوضع في سوريا بدأت المناطق الاستقرار والأمان وبدأ العمل والبناء. هذا المشروع ما بيزبط مع النظام التركي يعني.